السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا دي يا جماعة دي زرعة بيت، ودي كانت حتة فاضية، فاحنا استغليناها وبدأنا نزرع فيها. والراجل الطيب ده أبوي. تمام. دي شجرة شجرة جوافة، ودي عنبة. تمام. وعندنا جوفتين هم، وعندنا ليمونة وسفندية منجيتين. والمعلم كرم، المعلم آدم، والمعلم زوز، والحج. واحنا يا جماعة عملنا حاجة برضو، رجعنا للأيام رجعنا للأيام القديمة اللي هي إن احنا عملنا. شايفين الطرمبة دي؟ شايفين الطرمبة دي؟ الطرمبة دي اللي هي نجيب مياه جوفية. مياه جوفية وعيدة، مياه جوفية شغلناها على الماتور، على الماتور ده. تمام. بتوصل بالكهرباء وتشتغلها. تمام. وبنسقها. وزرعنا شوية شتلة اللي هو زي بقدونس على جرجير على شوية ده يابا خضرة وأرنبيط، شتلة أرنبيط. تمام. يديك العافية يا حاج. زي ما احنا شايفين يعني بص يا جماعة، الحاجة دي بتهوي على البيت وتخلي البيت منظره أفضل. بدل ما تكون عندك حتة أنت مش مستفاد بيها، استفاد بيها، استفاد بيها. ليه قاعد وقع منك؟ ما تقول حاجة يا قاعد، مفيش غير تمشي بس. شايفة بابا البصلاية اللي مخضرة زرعها؟ تعال نزرع لك خضرة وبقدونس وجرجير انت زرع لك قدوس. دايما يا رب تزرعها من الحصة. انا مجال يكون خير. يكون صعب. انا رش يا ما قال حاجة في الكاميرا. ما تعمل لك تنزل لتحت لك صالح. بابا محمد اللي بوظ المكنة اللي عجبه والله العظيم بنت الأستاذ حسنين قابتهم أطبخوها. ليش قال والد الأستاذ حسنين؟ بنت الأستاذ حسنين ما والد الأستاذ حسنين راكب وراها. هو ده يا رجال. كسبرة. هات يا جد هات. وانا موجودة قدام الشجرة عشان نحطها غلاف للشغلة دي. هو. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعة، شجرة الليمون اتصابت بإيه؟ اتصابت بالعسل من الجو ساقعة، فاتصابت بالحاجات دي. بصوا ورق الشجر كلها زي كده، ودي بتأثر على نمو الشجرة. بص لو نركز كده بالراحة نلاقي الشجر اتصاب بالعسل زي كده، وباقي الشجر برضو بس اكتر حاجة الليمونة. احنا ان شاء الله ليها حل ان احنا نرشه ونجيبه رش كده وهنرشوه، وان شاء الله ده كله بيمشي. بصوا زي كده برضو المانجا نفس الموال، بس زي ما احنا قلنا الليمونة اكتر من كده بكتير.
ففي ليها مبيد هو اللي بنرشوه، بنحطه في مكنه وبعد كده نرشوه. نظام برضو ايه غسيل ونظافة. وبرضو ايه وبرضو جوافة زي كده نفس الشرح برضو كتير. تمام اهو الحاجات اللي زي كده. فاحنا جبنا المبيد اللي هو ده، تمام، بتاع عسل، بيتباع عند اي حد بتاع اللي هو تقاوي الحاجات دي. تمام، ده مش غالي يعني ب35 جنيه. ده بيتقسم على عبوتين. تمام، وان شاء الله نرشوه على الشجر ويبقى تمام ان شاء الله. وهنكمل معاكم. وادي العبوة بتاعتها دي، ادي الكيس اهو، هنقسمه على 2 من دي بالظبط كده. تمام، ونرشوه. وفي حاجات اصغر من كده بالظبط رخيصة، يعني الحبيب يجيب واحدة زي كده ممكن ترش. في حاجة صغيرة اصغر من دي وارخص. بصوا يا جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نحط مية. هو يا احمد بالجردل مثلا ولا هتملاه كله هو؟ لا، اسمه الأول في الجردل. تمام، ما تدوبش الكيس فيه الاول. ندوه في الجردل. يعني لو دوبتها في المية وحطيتها يمشي الحال؟ هيمشي عادي. كيف عم رفض؟ الكيس ما شغال. ملوتيه يا راجل. ايه؟ انت محطها كل مرة؟ ما نعرفش انا جمال ولا ايه؟ لا، ده ملوتين. عارفين؟ ده ملوتين صناعي يا ربع لبه. بص راجل دوبهم في شوية مية. ده هو بتاع العسل اهو، اللي هو ده مبيد عسل يا جماعة. تمام. طبعا احنا كنا صورنا واحد قبل كده بس ده قديم، مش شغال يعني. الراجل جاب هذا حط العبوة وظبط حاله. وبدأنا في الرش اهو. هو كده بيرشهم للعسل يا جماعة، غسيل كده هو من العسل. هادي احمد فوق دي يا احمد. بس برش الليمون هو اكتر حاجة في الليمون. طبعا كان الشجر كان فيه اكتر من كده يا جماعة في العسل في التصوير الاولاني. تمام، احنا شايفين اهو الشجر بدأ ينضف اهو، حتى لو فيه بس في حاجات صغيرة مش كتيرة. في نهاية الفيديو اتمنى من الله الفيديو على اعجابكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.